بعد أكثر من 40 سنة على بداية التلقيح الصناعي اللي عرف بأطفال الأنابيب، وبعد أكثر من 10 سنين من حصول العالم روبرت إدواردز على جائزة نوبل للطب عن فكرة التخصيب الاصطناعي، واللي تطور مع السنين للوصول لأحدث تقنيات الحقن المجهري وتجميد الأجنة، لا تزال بعض الحقائق العلمية غايبة عن ناس كتير في مجتمعنا العربي. ولا تزال أهم المخاوف من المقدمين على الحقن المجهري: هل هيكون الطفل المولود بتقنية الحقن المجهري طفل طبيعي هيولد معافى ويعيش حياة طبيعية ويتزوج وينجب بشكل طبيعي؟ علشان كده لسه لحد دلوقتي كاميرات الصحافة والإعلام بتتوجه للويس براون، أول طفلة أنابيب في العالم المولودة سنة 1978، واللي هي دلوقتي سيدة عاملة وزوجة وأم لطفلين. قالت في آخر لقاءاتها إنها مش شايفة إنها بقت حالة نادرة أو تستحق تسليط الضوء عليها من وقت للتاني بعد التطور الكبير اللي حصل في الحقن المجهري حول العالم. اهلا بكم. الحقن المجهري واحده من وسائل وسائل الاخصاب المساعد المهمه جدا جدا. عطاء من ربنا سبحانه وتعالى في سوره علم. هذا العلم وهب للبشريه لاستغلاله بشكل الامثل. واحنا بنتكلم في الحقن المجهري بنتكلم من اكتر من اسبكت، لكن النهارده لاول مره هنتكلم من منطلق تكلفه الحقن المجهري. بس ناس كتير قوي وهي بتسمعنا واحنا بنقول تكلفه الحقن المجهري او محاوله تقليل تكلفه الحقن المجهري، هيتكلموا هيقولوا انتوا بتتكلموا من ناحيه اقتصاديه. لا، انا اعتقد انه ده جزء مهم جدا من الناحيه العلميه. لانه ليه؟ الحقن المجهري خطوات عديده. المهاره هي ان انا بوجه الخطوه في المجال الصح في المكان الصح. فحوصات عديده. المهاره والعلم هو ان انا بختار الانفستيجيشن او الفحص او الاجراء المعين المناسب لهذه الحاله. اسوأ شيء في الدنيا نوعين من الدكاتره. طبعا انا ما بحبش اتكلم عن الزملاء، لكن لو واحد من الاثنين دول موجود، دول الاثنين يودوا في داهيه. النوع الاولاني البخيل، مش عايز يعمل فحوصات. تلاقيه يعني عارف اللي هو ايه، وبيكتب عدد الفحوصات او التحليل كده، تحس ان هو بخيل. ده تعبير بتاعنا يعني، ما تعرفش بيختصر ليه، مش عايز. وهو تحت مبدأ لا 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 عشان ما نكلفش المرضى. وبرضه في غرض خبيث احيانا، انه عايز الفلوس اللي معاهم تخلص في الحقن المجاري. ده غرض خبيث قوي، ده حد خبيث بقى ومش عايز يعمل فحوصات خالص. النوع الثاني اكستريم، اللي هو مش هنقول عليه كريم. الكريم ده صفة جميلة. مبذر بيكتب فحوصات. ده في كل الأمراض كتيرة. الورقة اتملت يا باشا فحوصات في كل الأمراض. يعني أنا كنت أعرف حد بدون ذكر أسماء يعني بيخلي مريض السكر في سنة مثلا 2010 و2009 و8 يعمل فحوصات تكلف آلاف. ده غير مقبول. مريض السكر مش ما يعمل فحوصات قد كده، دفتر كبير كده، ملف كبير كده مليان فحوصات. ده جنان. ده المبذر خطر على الناحية العلمية، والبخيل خطر على الناحية العلمية. التقليل مهارة، والانضباط في تكلفة الحقن المجهري قمة الأداء العلمي. عشان كده احنا طرحنا الموضوع ده النهارده ووجهنا الدعوة لواحد من الكبار في مجال الحقن المجهري، من الأسماء القديرة في الحقن المجهري النهارده عشان يكلمنا بطريقته الرائعة. دايما بنتظر الحوار معه. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمود النجار، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وتأخر الإنجاب، صاحب دكتوراه أمراض النساء والتوليد، وعضو جمعيات الأوروبية للخصوبة القشري والجمعية المصرية للخصوبة، استشاري أمراض النساء والتوليد بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية. أهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. اخترت لك موضوع معقد وشائك، يبدو اقتصادي لكن هو علمي جدا. تمام. هو موضوع تقليل تكلفة الحقن المجهري هي مش من الناحية الاقتصادية زي ما حضرتك ذكرت، هي من الناحية الطبية البحتة. ولها الفن. طبعا الفن بالظبط، وليها أيضا جزء اقتصادي يهم كل الناس.
خلينا نتكلم ان احنا في هذه الظروف بشكل عام في العالم كله بقينا بنتطلع ان احنا نؤدي خدماتنا الطبيه باقل تكلفه بدون التاثير على الكفاءه او على الكواليتي الخاص بتقديم الخدمه. يعني انا بقول ان دايما الخدمه الطبيه الحقيقيه اللي بتتقدم للعيان هي خدمه طبيه جابت له افضل نتيجه باقل او بتكلفه اقل تكلفه ممكن هذا المريض يتحملها. وبالتالي من هنا كانت مبادره تقليل تكلفه الحقن المجهري دون التاثير على نسب النجاح. وكل جزء في هذه المبادره او كل جزء في الكلام ده هيكون مدعوم بادله علميه وبجايد لاينز وبابحاث وبتوصيات عالميه هنقدر نعرف فيها ايه هي الحاجات اللي المفروض تتعمل وايه هي الحاجات الكتيره اللي مش المفروض تتعمل. ايه العوامل اللي بتحدد اسعار الحقن المجهري؟ كويس قوي. خلينا نقول الحقن المجهري بيتحدد اسعاره او بيتم تحديد تكلفته على اساس 3 حاجات كبار. الحاجه الاولانيه هي تكلفه العمليه نفسها. الحقن المجهري زي ما الناس كلها عارفه وزي ما حضرتك عارف هو بيتكون من عمليه سحب بويضات ثم حقن بويضات داخل معمل الاجنه بحيوانات منويه ثم نقل الاجنه اللي تم حقنها. ادي جزئيه بتحمل او بيتحمل تكلفتها المركز اللي قام بالعمليه، يبقى دي اول جزء من التكلفه. الجزء الثاني من التكلفه هو الجزء الخاص بالادويه، ادويه التنشيط، ادويه ما بعد السحب والزرع، ادويه ما قبل بدايه السايكل من تحضير وفيتامينات وغيره. الجزء الثالث من التكلفه هي بتبقى تكلفه او التكلفه الاضافيه للخدمات الاضافيه للحقن المجهري. وهنا بقى هنتكلم عن حاجات كتيرة جدا في مرحلة التحضير وحاجات في مرحلة التنشيط وحاجات في مرحلة ما بعد التحضير والحمل. خلينا نقول ان ال3 عوامل دول بيحددوا بنسبة كبيرة الحقن المجهري بتاعنا هيمشي ازاي او نسبة او تكلفة الحقن المجهري بتاعتنا هتبقى عاملة قد ايه. دي العوامل الأساسية